السلام عليكم. حد خلع راسه؟ انت ايه اللي جايبك عندنا يا عم شوقي السعاد؟ لا انتوا لسه قاعدين. قوم يا نقى شوف النتيجه الناس جابتها. يا عم امشي يا عم، انت مالك بينا؟ انت داخل كده ليه اصلا كانك فرد من العالم؟ واد يا نقة عيب كده يالا، انت تقلي ادبك ولا ايه؟ يا بابا اسمع مني، ده جاي يتطقص ويعرف النتيجه، انا عارف الاشكال دي كويس. طب شوفها بس بانت ولا لسه؟ حاضر يا بابا اشوفها اهو. منور يا حاج شقشق. ده نورك يا مصباح يا اخويا، احنا لازم بس نطمن على الولا يعني. يا نهار اسود ومنيل يا جدعان. ايه يالا بانت ولا ايه؟ لا يا حاج، ده الموقع معلق بس. يعني هو الموقع جه علق عندك انت بس؟ يا تقول صراحنا عشان لو في حاجه نلحق نتصرف. خلاص ادي اللابتوب لعمك شوقي، هو خبرة في الحاجات دي. يابا حرام عليك، اشتمني اضربني موتني، بس ما تخليش شوقي اللي يجيب لي النتيجه، انا بتشائم من شنبه. شوف الواد عيل ادب يا ابني، عيب يا ابني. شوف لنا كده يا ابو الشوق الواد ده جاب ايه، انا عايز ادخله صيدله، بس لو جاب مجموع طب هدخله بقى وامر لله. طب من بقك بس يا مصباح يا اخويا، ما تعشمش نفسك قوي. هات اللابتوب ده يا نقى. اديله يا ابني اللابتوب، ذنبك مغفور يا نقة ان شاء الله. ذنبي مغفور ايه يابا، وانا طالع اعمل عمره؟ طمني يا شوقي الواد عمل ايه؟ ده انا شاحن الموبايل من الصبح مستني مكالمة الوزير. تلاقيه معهوش رصيد بس يا بابا، هيشحن ويكلمنا ان شاء الله. هيشحن ويكلمكوا. هي درجه الحراره النهارده كام يا مصباح؟ معرفش ولا شقشق، تلاقيها 40 ولا حاجة. هي فعلا 40%. هي ايه دي ال 40 يا حبيب اخوك؟ درجة الحرارة ولا ايه؟ لا سعاده الباشا، مجموع ابنك هو 40%. يا نهار اسود ومبب، طب ودي تدخلوا ايه يا شوقي؟ ربك والحق دي ما تدخلوش الحمام العمومي اللي في موقف طلخ. خلاص يا بابا، انا هقدم طب في روسيا ولا في اوكرانيا وابقى دكتور اجنبي، هم بياخدوا اي مجموعه هناك. روسيا واوكرانيا بيعجوا في بعض وهاتك يا ضرب. في قلق هناك، اقعد يلا تاخد لك صاروخ في قعر دماغك ولا حاجة. خلاص هخش جامعه خاصه او جامعه اهليه. عايز تخش جامعة اهلية وانت عارف ان انا زملكاوي يا نقة؟ عايز تجلطني؟ جهز كشاتك يا مصباح عشان الجامعات الخاصة دي هتعورك جامد. بس يلا بلا خاصة بلا جزرة، هو احنا لاقيين ناكل؟ يابا حرام عليك، ما تموتش طموحي. يا ابني ما هو ميت اصلا، انت جايب لي 40% معفن وبتقول لي طموح. بس بمجهودي والقران ما غشيتش من اي حاجه. فالح يا اخويا، يا ريتك كنت غشيت وصرفت نفسك بدل ما انت قاعد في اللجنة زي اللوح. خلاص يا مصباح بقى روق، وحد الله كده هنشوف له صرفة، ما تقلقش. زي بعضه بقى، بنزل الورشة مع عمك شوقي. ينورنا والله يا مصباح يا اخويا، بس انت عارف الورشة عندي بتاخد من 80%، وبخليه يقدم تظلم كده يمكن يلحق.